شايفين الكيك غرقان في الشوكولاتة والصوص رهيب، حلو جدا واقتصادي، لازم تجربوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب، وتنزلوا تفعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة يوصلكم بيها إشعار جديد على خير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة رهيبة، وهنعمل صوص شوكولاتة اقتصادي حلو جدا جدا، هيعجبكم كتير. يلا نقول مكوناتنا على بركة الله. اول حاجة هعملها هجهز الحاجة اللي انا هشتغل فيها. معانا البيض اللي احنا هنشتغل بيه، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، تكوني مطلعوهم قبلها من التلاجة لو هم عندك يعني، عشان بيفرق كتير في الكيك. هضيف عليهم ورقة من الفانيليا، رشة من الخل، واقلبهم كويس جدا جدا لغاية ما يندمج معايا البيض والفانيليا والخل. هضيف كوباية من الحليب، كل مرحلة هقلب كويس عشان يطلع معايا الكيك هش كده وطري وحلو. هنزل بكوباية من الزيت، هحط نصها دلوقتي والنص التاني هحطه بعد شوية. ممكن تشتغلي بالمضرب اليدوي العادي، ممكن تضربيهم بمضرب كهرباء. الاول هقلبهم كويس في بعض وانزل بباقي كوبايه الزيت. المرحله دي هشتغل بالمضرب الكهربائي، هقلبهم كويس جدا جدا. انزل ب5 معالق من الكاكاو الخام، والنخل هنا في المرحله دي مهم جدا، بيخلي لي برده الكيك هش وطري. كده عندي 5 معالق كبار من الكاكاو، نخلتهم كويس جدا. وهنخل اي حاجه انا هحطها. هنزل بباكو من البيكنج باودر، هنخله برضو. معلقه صغيره من النشا، بتخلي لي الكيك هش وطري وحلو جدا. جربوها برضو هتعجبكم كتير. هنزل بقى بالدقيق واحده واحده. دي كوبايه كبيره بمعدل كوبايتين صغيرين، برضو هنخلها كده. كل حاجه معايا تمام ومنخوله. كل اخواتي وحبايبي اللي محطش لايك للفيديو يشرفني بالاشتراك في القناه، حط لايك للفيديو. هقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. وهشوف اذا كنت محتاجه دقيق تاني ولا لا. كده هنزل بباقي الدقيق عشان الكيك كده كان خفيف. قلبت كل المكونات في بعضيها، وهضربها بالمضرب الكهربائي بالشكل ده. وممكن كمان تضربيهم بالمضرب العادي، مش هيفرق كتير. القوام كان عندي سميك شويه، حطيت له معلقتين كده كبار من الحليب. ضربت الكيك بالشكل ده حلو جدا جدا. هجهز الصينيه. انا مشغله طبعا الفرن من قبلها. هنزله في الصينيه بالشكل ده، وادخله الفرن على درجه حراره متوسطه من تحت، وبعدين اشغل الشوايه من فوق لو احتاج مني شوايه. انا مش بحب احط الكيك على درجه حراره عاليه عشان ما يلسعش مني، بخلي الحراره متوسطه عشان يطلع معايا مستوي كويس. يلا بينا دلوقتي عشان نعمل الصوص الرهيب، صوص الشوكولاته الاقتصادي، وطعمه روعه روعه. اول حاجه هعملها هحط عليه 3 معالق كاكاو خام، وهنزل عليه بالحليب. هقلبهم كويس على البارد، وبعدين ارفعهم على النار.
يلا بينا نرفعهم على النار ونشوف احنا هنكمل الفيديو ازاي مع بعض. كده انا رفعتهم على النار من حبة قليلة، بقلب فيهم لغاية القوام ما وصل معايا بالشكل ده. شايفين الصوص الشوكولاتة وجماله؟ الصراحة الصوص روعة. بعد ما رفعت الحلة انا زودت كوباية من الحليب وزودت معلقتين من النشا، عشان انا كنت عايزة كمية صوص الشوكولاتة ده. لكن انت لو عايزة الكمية اللي انا عملتها في الاول هتكفي الكيكة اللي انا عملتها، بس انا هنا عشان عملت صينية كيك تانية عشان كده زودت صوص الشوكولاتة عشان هحطه على الكيكة التانية، بس انا ما صورتهاش قدامكم. حطيت قطعتين من الشوكولاتة بتخلي طعم الصوص في حتة تانية خالص، وكمان معلقة من الزبدة بتعزز الطعم وتخليه دسم وحلو. صوص الشوكولاتة الصراحة بالشكل ده تحفة، وطعمه خطير واقتصادي وبيقطع كمية حلوة جدا جدا، وديك هتجربوا طعمه الصراحة روعة. كده القوام تمام خلاص، كده تقل وكده بقى قوام مظبوط جدا جدا. اسيبها لما تبرد. اللي وصل لحد هنا من الفيديو ودايما يا رب توصلوا ان شاء الله وتسمعوا الفيديو على طول، ما ينسانيش بلايك للفيديو. عندي هنا باكو من الكريم شانتيه ومعايا كمية مية ساقعة، لو عايزة تحط حليب حطي. هضربهم كده بالمضرب عشان ده اللي انا هضيفه على الصوص، هيخلي طعمه روعة. لو عايزة تكتفي بالصوص كده مفيش اي مشكلة، لكن اضافة الكريم شانتيه بيخليه في حتة تانية خالص. كده ضربته بالشكل ده. هضيف عليه شوية من صوص الشوكولاتة، بس حاولوا تستنوا لغاية الصوص ما يبرد شوية عشان ما يبوظش معاكم الكريمة. انا كان الصوص سخن شوية فخلى الكريمة سايحة، فحاولوا تستنوا عليها لما تبرد شوية. كده هضربه مرة كمان، بس زي ما قلت لكم حاولوا تخلوا الصوص بارد. وكده الصوص تمام. قبل ما ادخل الصينية في الفرن كنت نقلت مقدار الكيك في صينية صغيرة عشان حسيت ان الصينية اللي كانت معايا كبيرة شوية، فنقلتها في صينية صغيرة عشان كده هي مظبوطة جدا جدا في الصينية دي. كده عندي الكيك تمام، خرمته كده شوية واضفت له كوباية من الحليب. عندك عصير عندك شربات ممكن تضيفيه، انا اضفت كوباية كبيرة من الحليب. انا اضفت عليها كده صوص الشوكولاتة. وزينيها زي ما تحبي، طبعا زي ما احنا عارفين التزيين ده على حسب رغبتك. عايزاك تجربي الكيك ده، وكمان صوص الشوكولاتة رهيب جدا جدا وطعمه حلو ودسم وكمان اقتصادي. هدخلها التلاجة شوية ونرجع نقدمها مع بعض ان شاء الله. حطيتها في التلاجة شوية. شايفين الجمال؟ غرقانة صوص شوكولاتة رهيب. يلا بينا عشان نشوفها مع بعض. كده خلصنا كيكة الشوكولاتة بالشكل ده. يا سلام على الجمال. شايفين الجمال؟ الكيك هش وطري وغرقان في الصوص والطعم روعة. معلقة النشا اللي احنا حطيناها في الكيك خلت مسامها واسعة وهشة. جربوها هتعجبكم كتير. قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا جرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد على خير إن شاء الله.